لو اليوم أنت عندك صاحب VIP ومشهور ودائما أنت معاه تشعر بالفخر بوجوده، تحب تلتقط صور معاه وتتفاخر فيه أمام الناس وكأنك تاخذ قيمته منه قدام الناس، لكن هذه الصحبة ما راح تستمر. بأول خلاف، أول مشاحنة، تقل بهجتك واهتمامك ويختفي الصاحب. إلا مصاحبتك للقرآن مختلفة، فهو الأنيس والخل الوفي في حياتك وفي وحشة قبرك وفي ساحات القيامة. 3 نصوص يخبرنا بها حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم عن صحبتك للقرآن وصداقتك معاه. أول نص يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ثاني نص: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ثالث نص: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. شايفين 3 نصوص وكيف توجهنا إلى أن نصحب القرآن في حياتنا ونعيش معاه ونسمع كلماته ونتأمل معانيه ومقاصده. لازم تخلي لك ورد ثابت يومي تحافظ عليه، تكرر آية وتتأملها وتفعلها في سلوك في حياتك